سافرت دول كتير وسمعت عن قبائل كتير مرت عبر التاريخ، ومنها لسه اللي موجود لغاية دلوقتي. وأنا في الطريق وبالتحديد للصين سمعت عن قبيلة الموسو. عندها عادات وتقاليد وطقوس مختلفة عن باقي العالم، وبتعتبر من أقدم القبائل في التاريخ. وبالرغم من المساواة بين الرجل والمرأة اللي موجودة في عصرنا الحالي، لكن في قبائل لحد دلوقتي كلمة مساواة بين الجنسين مش موجودة في تاريخها القبلي. What's a matrilineal society? Your father doesn't really matter as much in a matrilineal society. Your mother is the one who counts in terms of your family membership. فالشائع دايما إننا نسمع عن سلطة الراجل وإن هو الآمر الناهي، لكن القبيلة دي بتتحكم فيها المرأة في كل حاجة. احنا دلوقتي وصلنا الصين في العاصمة بكين. هنتحرك دلوقتي نروح على بحيرة لوغو موجودة في جنوب الصين. جينا علشان نشوف واحدة من أغرب وأقدم القبائل في العالم، قبيلة الموسو. The Chinese authorities call these people the Mosuo, but they prefer their traditional name of Na. جميع القبائل بتتفاخر بحكم الرجال وقوتهم ونفوذهم، لكن القبيلة دي بتحكمها النساء وبتحرم الرجال من كل حقوقها. قبيلة بتتفوق سلطة النساء فيها على الرجال. عدد أفراد القبيلة حوالي 50,000 شخص، وبتعتبر من أغرب القبائل في الصين لأنها آخر المجتمعات الأمومية في العالم. فالمرأة هنا هي الحاكمة والقائدة والمربية، ومفيش أي دور للرجالة في القبيلة دي. في كل أسرة موجود الجدة أو بيسموها آمين. You are the youngest daughter and you are her daughter. ودي اللي بتتحكم في الأسرة كلها في جميع نواحي الحياة، من أمور مالية وفرص عمل لحياة كل فرد من أفراد الأسرة، وبتفرض كلمتها العليا في جميع القرارات. While every family member contributes money to the household, it's the grandmother who controls them. المساواة بين الرجل والمرأة في القبيلة دي معدومة تماماً، والمرأة هنا هي اللي بتتحكم في كل حاجة وحتى العيلة، وبتشتغل في أي مهنة كمان. وده عكس المجتمعات التانية، الراجل هو اللي بيكون مسؤول عن كل حاجة تخص الأسرة. أما عن دور الرجال فلا دور يذكر ليهم، حتى ما بيسمحوش ليهم يسكنوا معاهم في البيوت، وبتكون عبارة عن زيارة فقط. حتى في لغة القبيلة مفيش كلمة أب، ومن كتر ما الرجالة ملهمش دور في حياتهم بيفضلوا قاعدين في البيت يساعدوا أمهاتهم، سواء يطبخوا أو ينظفوا، يا إما بيخرجوا يصطادوا السمك من البحيرة. القبيلة دي لو الست خلفت فنسب الأطفال بيعود للأم، وبيفضل الطفل معاها علشان تربيه وتهتم بيه. ولو لا قدر الله الأم ماتت بتتنقل كل ثروتها وممتلكاتها للبنات وبس، وما بيكونش للأولاد أي نصيب في الورث، سواء كان فلوس أو ملك. رجال الموسو متقبلين الوضع ده وراضيين بيه كامل الرضا، ده غير إن هو كمان اللي بيشجعها إنها تعمل أي حاجة، وده اللي بيخليها تتمادى في السيطرة عليه وتاخد كل حقوقه.
ده غير إنهم شايفين طبيعة المرأة وقدرتها بتتوافق مع الطبيعة العامة، وهي اللي أفضل منهم في إدارة الشؤون وأي حاجة. قبيلة الموسو مختلفين في حاجات كتير عن أهل الصين، فكلنا عارفين إن أهل الصين بياكلوا أي حاجة سواء حيوانات أو طيور، لكن في القبيلة دي أكل الكلاب بالنسبة لهم من المحرمات، وده لأن الكلب بالنسبة لهم عضو مهم في الأسرة وبيتعامل كمان كأنه فرد من أفرادها. ده غير إن الجواز شيء مخالف لتقاليد القبيلة وحاجة غير معترف بيها نهائياً، فلو الراجل حب واحدة كل اللي بيعمله إنه بيزورها في بيتها، وده نوع من أنواع الجواز عندهم بيسموه walking marriage. A walking marriage. When a Moso girl comes of age, she gets her own bedroom overlooking the courtyard with its own separate entryway. وبيبقى ممكن للبنت إنها تقبله أو تطرده من بيتها، فالعواطف والروابط ملهاش مكان في مجتمع بيحرم المشاعر والمودة، وده عشان مشاعرها ما تسيطرش عليها ويرجع الحكم للراجل. العادات والتقاليد والطقوس الغريبة اللي موجودة في قبيلة الموسو خلتها تشتهر بشكل كبير في العالم، وبقى يجيلها سياح كتير من جميع أنحاء العالم. الحكومة الصينية حاولت تتدخل في القبيلة علشان ترجع السلطة للراجل، لكن الرجالة هنا راضيين كل الرضا عن عادات القبيلة وعمرهم ما فكروا يغيروا أي حاجة فيها.